انت بقى اللوجو الجديد بتاع كاس العالم للأندية. في حاجة. لا قصة ولا شكل ولا منظر، حاجة استغفر الله العظيم يا رب. يا عم بالراحة، أنا ورايا قصة كبيرة، ما يغركش شكلي. يا عم انت عامل ليه شبه المتاع؟ انت تايه، يلا انت تايه. بقولك إيه، خليك في حالك. أنت أصلا إيه علاقة البريمير ليج بالأسد؟ إيه معمول في حديقة الحيوان؟ ها ها ها. ده انت لذيذ اوي. بقولك ايه، خد دي. إيه ده؟ إيه ده؟ عيب عيب، إيه قلة الأدب دي؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ ايه يا عم مالك؟ ما انا اسد الله. في وحوش في كرة القدم زي كريستيانو وميسي ومحمد صلاح، لكن النهارده هنتكلم عن وحوش من نوع تاني خالص. وحوش مش بتلعب كورة، وحوش بتقعد على الكمبيوتر وهي اللي بتحط البراندنج او الصورة اللي ورا الكورة. النهارده هنتكلم عن الفيفا، العملاق اللي بيحكم كرة القدم في العالم، وازاي البراندنج او الديزاين يعني هو المؤثر الاساسي للعبة كرة القدم. في صيف 2025 فيفا أطلقت أضخم مشروع في تاريخ أندية كرة القدم، كأس العالم للأندية فيفا وورلد كلاب كاب. ومع المشروع دوت أطلقت هوية جديدة وبراندنج. الهوية دي الكل بيتكلم عنها، الناس بتقول إن هي تحفة، في ديزاينرز تانيين بيقولوا يعني هي تحس إن هي واجب مدرسي واتقلب، يعني مش حاجة جامدة. تعالوا نحكي قصة حلوة قوي، لأن الهوية دي ما اتولدتش من فراغ، دي كانت رد فعل لكارثة عملتها فيفا، وكانت واحدة من الأزمات اللي حصلت في تاريخ فيفا في سنة 2023. قبل ما نغوص في عالم فيفا والكاس العالم، خلينا نشوف لما وحوش الكرة التانيين غير كاس العالم اللي بتعمله فيفا لما بيحبوا يعملوا براندنج بيعملوا ايه. اول حاجة طبعا الدوري الانجليزي، وده اقوى دوري في العالم. لما البريمير ليج قرروا يعملوا براندنج راحوا لشركة اسمها ديزاين دوت ستوديو، ودي من اقوى الشركات اللي في العالم اللي بتشتغل براندنج للحاجات الرياضية. طبعا ده استوديو تصميم عبقري يا جماعة، جامد جدا وبيعمل شغل تحفة. النتيجة كانت ثورة في عالم البريمير ليج. الهوية دايناميك وتحفة، فيها روح وشبابية وفيها باور فظيع، وقصة الهوية نفسها حلوة، والروح بتاعتها حلوة، والألوان بتاعتها حلوة، وكل حاجة فيها كويسة جدا. ونفس الاستوديو ده هو اللي طور هوية أبطال أوروبا برضو، البطولة الأشهر في العالم، وعملوا شغل جبار. ده شغل الشركات المتخصصة اللي شبه ديزاين دوت ستوديو، شغل مبني على استراتيجية وفهم للجمهور المستهدف والشباب. خلاص شفنا الهويات وشفنا كل حاجة وخلصت القصة دي. تعالوا بقى نروح للفيفا. الفيفا سنة 2026 عندهم كأس العالم. كأس العالم اللي هو بيضم كل المنتخبات في 2026 كان لازم يتعمل له لوجو. فسنة 2023 بدأوا يعلنوا عن إطلاق الهوية الجديدة لكأس العالم 2026، وهنا كانت المصيبة والكارثة. فيفا كان عندها تاريخ مشرف من الديزاينز المعمولة لكأس العالم من أول 1970 تقريبا، كانت بتتعامل مع ايجنسيز خارجية بتعمل لها الشغل بتاعها، زي مثلا انلوك البرتغاليه اللي عملت لهم شعار قطر 2022 اللي كان تحفه وكان مليان حاجات جميله جدا. وكمان كانت بالتعاون مع مركز القطري للمعلومات تقريبا، هو ده اللي ساعدهم في ان هم يعملوا هويه بتعبر عن البلد اللي هم موجودين. وكان قبلها الايجنسي اللي اسمها برانديا سنترال اللي عملت لهم شغل روسيا في كاس العالم في 2018. وقبلهم كمان الايجنسي اللي اسمها افريكا اللي عملت لهم 2014 كاس العالم بتاع البرازيل. الاستراتيجيه بتاعت الفيفا هنا كانت واضحه، ان انا هسيب العيش لخبازه. انا راجل شركات بتفهم قوي وبتعرف تعمل براندنج كويس قوي، وهي دي اللي هنخليها تعمل حاجات كاس العالم. لكن في 2023 قررت فيفا ان هي تجيب ديزاينرز جوه الفيفا نفسهم، وهم دول اللي هيعملوا كاس العالم ل 2026. وفعلا ابتدوا يشتغلوا لحد ما اعلنوا عن اطلاق الهويه في 2023. وهنا كانت المصيبه او الكارثه في عالم التصميم. يعني التصميم كان رد الفعل بتاعه عنيف جدا، زي ما انتم شايفين كده. ناس كتير جدا ابتدت تنتقد التصميم دوت وتقول ايه القرف ده بعد قطر 2022 وقد ايه كان تحفه. انتوا تعملوا ده موقع براند نيو اللي مشهور قوي ان هو بيحلل وبيعمل اناليسز لكل اللوجوهات المشهوره اللي في العالم، ان هو تصميم فاشل ما فيهوش اي ابتكار ولا مرونه، مجرد صوره فوتوغرافيه للكاس وعليه رقم. كأن الديزاين دوت يعني اتعمل في كأن مجلس اداره كده قاعدين مع بعض وقرروا ان هم يعملوا الديزاين دوت، والديزاين ما رضاش اي حد. الازمه حطت فيفا تحت ضغط جامد جدا، سمعتها كانت وحشه قوي بعد الديزاين دوت، والمواقع كلها بدات تهجم على فيفا وتقول لهم سيبوا العيش لخبازه وروحوا للايجنسيز الشاطره هي اللي تعمل لكم الشغل. فيفا ما قالتش ان التصميم دوت وحش، بالعكس ده قعدت تدافع عن نفسها وقالت ان دوت مش مجرد لوجو، وقالوا ان هي لغه بصريه كامله. الفكره ان الشعار الرئيسي الكاس زائد رقم 26 هو مجرد تمبلت. التمبلت دوت هيستخدموه، وان اللوجو دوت هتظهر قوته لما كل مدينه من ال 16 مدينه اللي هيتعمل فيها الكاس العالم هي دي اللي هتعمل الباترن والالوان الخاصه بالمدينه اللي هي فيها. وقالوا ان اللوجو دوت بدل ما نعمل الكاس بشكل مبسط، ليه طب ما نحط الكاس هو والله هم فعلا قالوا كده، انا مش عارف ازاي. هم شايفين ان الكاس ده هو الشكل اكتر اللي هيقعد مع الناس، طب انا ليه اغيره واعمله مينيمال شبه مثلا بتوع قطر؟
ما تفهمش بيفكروا ازاي، هم فعلا قالوا كده. طبعا الناس في العالم بهدلوا، فقالوا ان فكره الاعتماد على 16 بلد وكل بلد ليها باترن وليها الوان، اللي انتوا عملتوا ايه؟ يعني فكره الشعار او الهويه هي دي فكرتكم انتوا، فانتوا المفروض انتوا اللي تعملوا شعار يجمع كل الحاجات دي مع بعض، مش كل واحد يعمل لوحده الوان لان الهويه كده مش ايكونيك، مش معروفه، فاهم؟ يعني كل واحد بيختار لنفسه. وقالوا كمان انتم قتلتوا السحر والقصه اللي بتبقى ورا اللوجو بالطريقه اللي انتوا عملتوها دي. وبصراحه ده اكتر راي انا معاه، يعني هو ممكن يحلوا موضوع ال 16 بلد دي بالباترن بكل ده، تتحلوا بالالوان، ولكن هم فعلا ما فيش اي قصه ورا اللوجو، فدي اكتر حاجه قتلت. الناس قالت قد ايه ان كان شعار المكسيك في 1970 وشعار طبعا 2002 والشعارات القديمه هي افضل بكتير من الشعار بتاع دلوقتي. وطبعا حجه الواقعيه، طبعا ده مش دايما الحل، لان فكره اللوجو هي ان انا بشيل الواقع دوت وبحوله وبعمله مينيمال شويه عشان اعبر بيه عن حاجه، مش ان انا اجيب الكاس واحط. فانا مثلا محل بحط عفش اروح حاطط كنبه، الموضوع غريب. كاس العالم للانديه ده من اول مره يتعمل وبيجمع 32 فريق، وطبعا ده كان بالنسبه لفيفا الناس كلها بص على فيفا هتعمل ايه. وهنا قررت فيفا برضو ما تروحش لاي ايجنسي تانية، وقررت ان هي هتعمله برضو ان هاوس، والديزاينرز والارت دايركتور اللي جوه فيفا هم اللي هيعملوا لوجو كاس العالم للأندية. ودي قصة رد الفعل، هل هيعملوا لوجو كويس ولا لا؟ لما اتكشف عن هوية 2025 لكاس العالم كانت رد الفعل مختلفة شوية. طيب خلينا دلوقتي نمسك بطل القصة بتاعتنا، اللوجو بتاع كاس العالم للأندية، ونفصصه كده ونشوف هو عامل ازاي. أول حاجة لازم نفهمها ان ده مش شكل لوجو حلو وخلاص. فيفا قررت ان هي تلجأ لأقوى أنواع الشعارات وهو المونوجرام، دمج ما بين حروف من اسم البراند، وفي حالتنا دي اللوجو هو دمج فني مدروس لحروف اسم البطولة اللي هي كلاب وورلد كاب. بتظهر بقى الحروف دي اللي هي سي ودبليو وسي. لو ركزنا في التكوين هنلاقي ان الحروف متصممه بطريقه هندسيه بجد، هي جيومتريك جدا حلوه، الخطوط حاده والزوايا محسوبه والمسافات برضو مدروسه، تحس ان كل خط مرسوم على شبكه تصميميه كده شبه الجريد، قويه جدا بصراحه. والكتله بقى التصميميه دي كلها محطوطه جوه شكل دايره. الدايره طبعا هنا ليها معنيين صريحين جدا. اول حاجه ان الدايره هي الكوره، جوهر اللعبه، وهي دي اساس اللعبه. وتاني حاجه هي العالم اللي هي الجلوب، لان هي طبعا وورلد كاب، فطبعا وورلد دي اللي هي الجلوب، فطبعا لازم يستخدموا كل دايره. وان هي كمان الدايره دي اللي هي العالم بتجمع كل الابطال. ده نفس اسلوب اللي هو الماركات العالميه زي مثلا لوي فيتون او جوتشي او شانيل او الناس دي، يعني الاسم والحرف بيبقوا. وطبعا الغياب التام لاي رسومات او صور او اي الستريشن بتقول يعني ان البطوله دي اهم حاجه فيها مش اي لاعب مش اي حاجه تانية، البطوله نفسها هي النجم او هي الاساس. وكمان كانوا قرروا ان هم هيجددوا فيها الهويه دي وهتفضل هي على طول لكاس العالم للانديه، مش كل سنه هيقعدوا يغيروا. وطبعا ده ما عرفش يحصل، ولكن هنا يجي السؤال المهم، هل فعلا الهويه دي حلوه وكويسه؟ انت بقى كديزاينر قول لي رايك في الكومنتات وقول لي هل هي حلوه ولا مش عاجباك قوي. لكن انا هقول لك رايي الشخصي دلوقتي. بصراحة هو ديزاين احترافي حلو، لوجو شكله جامد، ولكن ينفع لبنك، ينفع لشركة استثمار، لفيستيفال مثلا، ينفع لمؤتمر اقتصادي، ينفع لحاجات كتير قوي، بس حاسس ان هو ما ينفعش للكورة بصراحة. تصميم يعني بيكلم العقل شوية مش بيكلم القلب، والكورة عايزة قلب وهي كلها مشجعين، الكورة اصلا لعبة شعبية، فانا شايف ان هم يعني ما مشوش صح بصراحة. اخر بقى حاجة عايز اقولها لك، لو انت كلاينت ادي العيش لخبازه، روح للشركات والايجنسيز اللي فعلا فيها ديزاينرز وفيها ارت دايركتور وفيها كرييتيف دايركتور، هم دول اللي يطلعوا لك الشغل حلو. ما تحاولش تعمل كل حاجه بنفسك، انت كشركه ديفا عندك حاجات كتير قوي تعملها، فمش مهم الديزاين مش بتاعتك يعني، فلازم تروح لناس بتفهم شبه ديزاين دوت ستوديو او غيره. احنا بقى كديزاينر لازم نتعلم ان احنا شغلنا يبقى مختلف، نحاول نفهم قوي الناس اللي قبلونا عملوا ايه عشان خاطر نعمل حاجه جامده. يعني ابسط حاجه لو انت ديزاينر وشغال مع فيفا، كنت ابسط حاجه هتبص على ديزاين دوت ستوديو او بينتوجرام او الشركات الجامده دي ازاي بتشتغل، وتحاول تعمل حاجه اوت اوف ذا بوكس زيهم بس مختلفه شويه او قويه، مش تعمل حاجه اقل او تروح للسيف زون او الكومفورت زون زي ما بيقولوا. ومحدش يقدر ينكر ان هم حاولوا يظبطوا شويه عن اللوجو بتاع كاس العالم، ولكن اعتقد في رايي الشخصي ان هم ما نجحوش، واعتقد في السنوات الجايه هيبداوا يجيبوا ايجنسيز هي اللي تعمل الشغل. وهنا عايز بقى اسيب لك السؤال، في عالم البراندنج هل اللوجو اللي هو في السيف زون دوت هو ده اللي هينجح ولا لا؟ يعني مثلا لو بعمل اللوجو دوت لشركه او لحاجه ده هيبقى مناسب، بس لو بعمل ايفنت او لحدث رياضي او لحاجه مختلفه لا، لازم اطلع شويه بره الكومفورت زون دي، ولازم اعمل حاجات انا اول مره اجربها وستايلات جديده عن العين. وكده كده هيبقى في نقاد هينتقدوني او كده، بس مش مهم. مستني رايك في الكومنتات، ولو عجبك المحتوى دوت ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك للفيديو، ولو ما عجبكش اكيد في فيديوهات قديمه وفيديوهات جديده هتعجبك، فما تنساش تعمل سبسكرايب. بس كده، سلام.